السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديدة. كيفاش تمشي لألمانيا دير التكوين المهني تماك بلا الشهادة ديال اللغة ديال بي اينز. هذا هو الموضوع اللي بزاف الناس كيدويو عليه دابا، وسمحوا لي الا كنت كندير هذا الفيديو بلا الميكروفون لحقاش نسيته في الدار وانا دابا في المركز. ولكن قلت ضروري خصني ندير هذا الفيديو اليوم كيف ما وعدتكم البارح. دونك غير صبروا معنا، نتمنى يكون الصوت مسموع مزيان. اليوم بغينا ندويو على هاد التغيير الجديد اللي دارت القنصلية، واللي ممكن دابا اي واحد منكم يقدر يمشي لألمانيا يدير التكوين المهني تماك، يعني ياخذ الفيزا ديالو ديال التكوين المهني تماك. وبلا ما تكون عنده الشهاده ديال اللغه ديال البي اينز. كيفاش هادشي اللي غادي ان شاء الله نحاولوا نشرحوا في هذا الفيديو هذه. كما كتشوفوا هذا هو التغيير، هذه الصفحه ديال القنصليه الالمانيه في الرباط. وان شاء الله نحاولوا نحللوا هذا الشيء هذا اعتمادا على التجربه ديالنا وعلى داك الشيء اللي مكتوب هنايا، والتجارب ديال الشباب اللي ديجا قراو عندنا ومشاو للالمان. دونك نورمالمون كما كتعرفوا، باش دير التكوين المهني هنا كيكتبوا لك بان خاصك الشهاده ديال بي اينز اللي هي مكتوبه هنايا. وهاد الشهاده خاص تكون سو من طرف الجوتا انستيتوت، ولا من طرف التلك، ولا من طرف الاو اس دي، او لا من طرف التيست داف اللي بطبيعه الحال او ماشي بطبيعه الحال، يعني بزاف ما كيعرفوش وراه ممكن دوزوه حتى هو هنايا في المغرب كيدوز بعض المرات في جوبونس واقيلا في الكتب، وكيكون تقريبا كل شهر في مكناس. غير هو هذا خاصك تقدر دوزو الا كان عندك النيفو بيتس فاي فما فوق، غالبا كيحتاجوه في الجامعات. وهذا الاتس ال اللي حتى هو معروف صراحه بزاف، ولكن راه حتى هو مقبول عند القنصليه. خاص غير المدرسه الحرفيه حتى هي يعني تقبلوا ليك. وهنا كاتبين لك بان هاد الشهاده ديال اللغه خاص ما تكونش فايته 12 شهر. كما كتشوفوا هنايا كاتبين ما تفوتش 12 شهر، ولكن كاين مؤخرا كاين حتى وحدين واخا كيدفعوا كتكون عنده فايته 12 شهر ما كيعكسوش معاه. مي انا ديما معنا الانسان ما يحطش راسو في هاد المواقف، ديما يحاول يحط شي سيرتيفيكات اللي ناضيه اللي ما ديرش ليه المشاكل. ودابا خرجوا واحد التغيير جديد ولا واحد الاضافه هي اللي كتبوها هنايا. قالوا لك اسيدي الا كنتي مثلا غادي دير واحد التكوين في المانيا، وقبل من التكوين المهني مباشره، يعني قبل منه غادي يكون واحد شبخاخ يكون واحد الكور ديال اللغه. راه تقدر انك تدفع الفيزا ديالك غير بالنيفو اكطويل ديالك ديال اللغه. يعني هنايا شوفوا شنو كاتبين. الكنتنسا قال لك راه ممكن، يعني واخا يكون عندك يعني مستوى لغوي قل من البي اينز، راه ممكن تدفع الفيزا ديالك. شنو غادي خصك في هذا لوكا هذا؟ غادي خصك Sprachzertifikat ihres aktuellen Niveaus nachweisen zu ihrem Sprachkurs vorlegen. يعني هنا كيطلبوا منك جوج ديال الشروط اللي غادي خصك توفيهم الا ما كانش عندك الشهاده ديال البي اينز. وهنا كاتبين شبخاخ سيرتيفيكات، واللي كنفهم منه انهم كيعنيو واحد من هاد السيرتيفيكات هادو. غير هما ما محددينش هنايا واش امتحان ديال الا اينز او الامتحان ديال الا 2، يعني ممكن يكونوا بجوجهم. وغادي خص معلومات على هذاك الكور ديال اللغه اللي غادي دير في المانيا. ومن بعد كيقول لك وهاد لو كور ديال اللغه الالمانيه هادو اللي غادي دير مثلا في الالمان. شنو خاص يكون؟ خاص تكتب ليهم بالضبط هذاك الشبخاخ كورس اللي غادي دير تماك لي ديتاي ديالو كاملين. يعني شحال فيه من ساعه، شحال فيه ديال الوقت الى اخره. وخاص تكون عندك واحد البيشتيتيغونغ ديال بان هذاك الكور ديال اللغه راه اون بارتي من التكوين المهني ديالك. وهذا البيشتيتيغونغ ولا هذا الكونفيرماسيون سوا غادي يعطيها لك المشغل وغادي يقول في الابايت فيتراك، يعني في الكونترا ديال الشركه، بان راه هذا الكور ديال اللغه اللي غيجي يدير هذا السيد عندنا في الالمان راه اون بارتي من التكوين ديالو. غادي يكتبها في الفيرتراك، يعني غادي يجي ويدير داك الكور باش يبدا التكوين ديالو. اولا تكون كاتباها لك المدرسه في الاوس بيلدونغز بلان. الاوس بيلدونغز بلان كتعطيه لك المدرسه هو لو بلان ولا الريبارتيسيون اورير ديال كيفاش يكون التكوين، لي موديل اللي فيه كل حاجه وشحال فيها ديال الوقت. يعني سواء المدرسه او لا المشغل. وإلا ما كانش مكتوب في الفيرتراك، يعني في الكونترا، وما كانش مكتوب في الاوس بيلدونغز بلان، يعني في هذاك لو بلان ديال التكوين المهني، غادي يخصك واحد البيشتيتيغونغ، يعني هذاك المشغل يعطيك واحد الورقه، غير بحال قلتي ورقه كيكتب فيها بان راه هاد الكور ديال اللغه اللي غيدير هاد السيد هذا راه اون بارتي
من التكوين المهني اللي غادي يدير عندي في الألمان. دونك هادشي اللي مكتوب دابا هنايا. دابا حنا شنو كنفهموا منه؟ بزاف ديال الشباب دابا كيجي كيسول كيقول لك أوكي دابا أنايا مثلًا راه بغيت ندير هاد الطريق هادي، أنا ما عنديش دابا شهادة ديال الB1 ولكن عندي مستوى ديال الA1 أولا ديال الA2 يعني غادي عندي نقدر نمشي ندوز الامتحان ديال الA1 أولا ديال الA2 وناخد الشهادة ديالو. مزيان، إذا أنت كتكون ديك الساعة ملي تاخد ديك الشهادة تكون استوفيتي الشرط الأولاني اللي هو خاصك داك Sprachzertifikat. من بعد كيجي السؤال دابا ديال قبل ما ندويو على الكور ديال اللغة خاصنا ندويو على المشغل أولا المدرسة اللي غادي يوافقوا لك على هاد الشهادة. يعني خاصك تلقى واحد المشغل اللي غادي يقول لك ماشي مشكل تقدر تجي قبل الوقت ودير واحد الكور ديال اللغة تكمل هنايا على ما يبدا التكوين المهني ديالك. وهنا السؤال هو شكون اللي غادي يخلص داك الكور ديال اللغة، واش داك المشغل غادي يعطيك صالير في ديك لا بيريود اولا لا. دابا هنا هادشي هذا ما واضحش هنايا في هاد البلاغ اللي حاطه القنصلية، يعني ما عرفناش واش غادي يخص أن داك السيد يعني المشغل يعطيك صالير كل شهر في الوقيته اللي أنت تتعلم فيها اللغة، وإلا ما كانش غادي يعطيك صالير واش غادي يخص واش ممكن أنك أنت تدفع بكونت بلوكي، يعني دير واحد الكونت بلوكي ديال سمحوا لي ديال 3 شهور مثلا ولا 6 شهور ديال اللغة. شوف انت شحال غادي خصك تقرا باش توصل للنيفو ديال B1 اللي هو الشرط ديال ديك اللغة. واش غادي دير كونت بلوكي اولا واش غيسمحوا لك انك دير مثلا الضمان. دونك هذا هو السؤال الاولاني اللي خاص صراحة القنصلية مازال خاصها توضح هذه القضية، اولا غادي نعرفوها من شي واحد اللي غيمشي يدفع مثلا يدير الضمان لراسو، يدير الضمان لراسو وهو يدفع ديك الساعة الدوسي ديالو. الحاجة الثانية واللي خاص تسول عليها هو هذاك الكور ديال اللغة كما قلنا تماك فين ممكن ديرو في اش من بلاصة، والثمن ديالو شكون اللي غادي يخلصو، واش غتخلصو نتايا من المغرب اولا غادي يخلصوا لك المشغل. دابا السؤال هو واش هادشي دابا يعني ممكن كاين شي مشغل اللي ممكن يدير معاك هاد القضية. صراحة دابا إلا جينا نشوفوا الشرط ديال اللغة راه قبل ما تحطوا لك القنصلية راه غالبا بعض المرات كتحطوا لك المدرسة. يعني المدرسة مثلا بحال ديال بفليكه راه كتقول لك مثلا خاص ضروري باش تقرا عندنا خاصك البيتس فاي، يعني بلا بيتس فاي راه ما يمكنش تقرا عندنا، يعني كتلقى حاطينه كشرط باش تدخل تقرا عندهم. كاينين مدارس اخرين كيطلبوا لك الB1 يعني كنهضر على المدارس الحرفيه، وكاين بعض المدارس مثلا الغاسترونومي وشي وحدين كيقدر ما يطلبش لك كاع شهاده ديال اللغه، يعني تكون غير كتهضر شويه الA1 الA2 ويقدروا ما يطلبوش لك شهاده ديال اللغه. داكشي على حساب يعني على حساب المدرسه اللي غتكون تماك. المشغل هنا كيجي السؤال شنو الربح اللي غادي يكون عند المشغل باش يجيبك قبل الوقت. واحد الحاجه اللي صراحه بزاف المشغلين ديما كيسولوا عليها كيقول لك واش تقدر تجي دير عندي ستاج قبل ما تبدا التكوين المهني. وهنا غادي يكون السؤال واش انت في لا بيريود اللي تكون كدير فيها هذاك الشبخاخ كورس واش عندك الحق دير ستاج اون باراليل ولا لا، واش عندك في الابايتس الاوبنيس ديالك يعني في البيرمي ترافاي واش مسموح لك دير هاد القضيه هذه او لا. صراحةً دابا هادو كيبقاو دي بوين اللي ما عندناش عليهم دابا الإجابة، وباش تعرف الإجابة سوا خاص نكونتاكتيو القنصلية ونعرفو من عندهم أولا غادي خاص شي واحد اللي غادي يدفع الدوسي ديالو ديجا. يعني ممكن يكونوا عندنا مستقبلا بعض الشباب اللي يبغيو يتبعوا هاد الطريق هادي. ديك الساعة نشوفوا التجربة ديالهم مع القنصلية ونبارطاجيوها معكم إن شاء الله في هاد القناة ديال اليوتيوب. فوالا دونك هادشي اللي كاين جو بونس هادو هما جوج ديال الأسئلة الكبار اللي كانوا يسولوهم بزاف ديال الناس. إلا جيتو تسولوني أنا صراحةً على التجربة ديالي وزعما شنو الحاجة اللي كنصح بها، صراحة الطريق كتبقى مزيانة إلا الواحد لقى شي فرصة وكان ممكن أنه يمشي يدير تماك stage ولا شي حاجة زعما كتكون حاجة مزيانة. مي من واحد الناحية أخرى عاوتاني حنا يعني في المغرب ملي كتكون باقي في المغرب وباقي ما خديتيش الفيزا ديالك راه لا موتيفاسيون صراحة ديال بزاف د الشباب سورتو كنهضر على الناس ديال التكوين المهني ولا ديال الخدمة، الموتيفاسيون ديالو أنه يقرا اللغة راه هو أنه باقي ما خداش الفيزا ديالو. إلا مشى من بعد الإنسان وصافي خدا الفيزا ديالو مشى لألمان
زعما صعيب باش الإنسان يتعلم اللغة تماك، علاش؟ لأنك صافي جيتي لألمانيا شفتيها كيفاش دايرة، وهاد الشي كنهضر اعتماد على التجارب ديال الناس اللي مثلًا مشاو شحال هادي حارقين، أولا الناس اللي مشاو مثلًا داروا اللجوء تماك، أولا حتى الناس اللي مشاو comme des ingénieurs مثلًا، ولا مشاو مثلًا باش يخدموا غير بالأتصفاي. يعني راه قليل اللي كيتعلم اللغة تماك بشكل صحيح، لأن ما كتكونش مفروضة عليك، ما كتكونش مفروض عليك أنك تعلمي تعلمي أولا تتعلم اللغة في الألمان، فبالتالي ممكن تبقى ديك الساعة تماوت وديجا صافي شفتي الألمان، ما بقاش ديك الموتيفاسيون ديال لا خاصني نمشي للألمان، خاصني نشوفها كيفاش دايرة. آمم، علاش أنا زعما علاش القنصلية ممكن دارت هاد التغيير هذا، بويسكو هي ديجا كتحكر على اللغة، علاش يعني تكون دارتو، غتكون غالبًا على قبل دوك البيتخيبة اللي كتكون فيهم واحد الخدمة في الأولاني اللي ما كتحتاجش اللغة، يعني غادي يجي في الأيام الأولانية غادي يكون كيدير غير شي حاجة اللي ما كيحتاجش فيها اللغة، وبالتالي يعني ماشي مشكل ديك الساعة يقدر يجي يقرا اللغة. ولكن عاوتاني كيبقى السؤال، واش غادي يقدر يخدم في الشركة اون باراليل ولا لا؟ هذا السؤال اللي خاص القنصلية دابا تجاوب عليه، لان الا كنتي تقدر تخدم وتتعلم اللغة راه كتبقى حاجة مزيانة. الا كنتي غادي غير تقرا اللغة صافي، فهنا المشغل ما غاديش يكون عنده شي ربح انه يعني يعمر معاك السوق وكل شيء. علاش؟ لان يقولوا باش عرفتوا انه غادي يجي وغيتعلم اللغة حتى الاخراني. كنظن الناس اللي غادي يستافدوا من هذا الشيء مزيان هما الناس اللي مثلًا كتلقاهم في ألمانيا عندهم مثلًا شراكات مع شركات، ولكن هادوك الشركات ما سوقوش واش تجي تخدم والّا تبقى معاهم والّا ما تبقاش معاهم. هُما باغيين غير يجيبوك يضربوا دوك الفلوس يعني اللي كياخذوا من عندك، وصافي ديك الساعة أنت ملي توصل لألمان دبّر راسك، وكتكون ديجا حتى ديك الشركة يعني حاطة يدها في هاد الشي هذا، يعني ما سوقاش ديك الشركة واش أنت تستافد منها والّا لا، كيكون الغرض هو أنه ياخذ لك ياخذ من عندك دوك الفلوس. فهاد الناس كنقدر هادو هما اللي يقدروا يبداو يقدموا لك بحال هاد العروض، لانه هو بالنسبه ليه انت باغي غير تجي للالمان، هو يعطيك ديك الفرصه كيفاش تجي للالمان. غير هو صراحه زعما انا اللي سولتوني واش تنصح بهاد الطريق بحال هكا ولا لا، يعني من غير أننا عندنا زعما سونطر ديال اللغة وكنقراو اللغة الألمانية، ولكن صراحةً وحتى الناس ماشي غير أنا، زعما حتى الناس اللي ديجا في الألمان يقدروا ما ينصحوش بهاد القضية، ينصحوا أن الإنسان بعدا au moins يوصل لنيفو B1. ماشي ضروري دوز داك الامتحان، يعني إلا لقيتي شي فرصة كيفاش تجي لألمانيا ماشي ضروري دوز داك الامتحان، تقدر غير توصل لداك النيفو. ماشي ضروري تقرا حتى في سونطر، يعني راه ممكن تقرا حتى في الدار، يعني باش ما يقولش واحد لا راه بغيتي الناس يقراو عندك، راه ماشي أنا بوحدي اللي كاين. آآ ولكن الإنسان بعدا يكون عنده واحد النيفو اللي كيأهّلو أنه إلا جا لألمان يعرف منين يدخل، يعرف منين يخرج، إلا حصل فشي مشكل يعرف يفُك راسو، إلا بغى يقلّب على شي حاجة أخرى يقدر يقلّب عليها، ما عجبوش الحال يقدر يعبّر على المشاكل ديالو. وفوالا هادشي اللي كاين الشباب، ونتمنى تكونوا استفدتوا شوية من هاد الفيديو هذا صراحةً. يعني فيديو أنا حاولت غير يعني نوصل فيه هادشي اللي مكتوب هنايا، وعطيت بعض الفرضيات من التجارب ديالنا. وكيبقاو بعض الأسئلة اللي مفتوحة واللي خاص القنصلية مازال تجاوب عليهم. إن شاء الله غادي نتراسلوا معاهم، نصيفطوا لهم إيميل إلا بغاو يجاوبوا، وإن شاء الله إلا كانوا تجارب ديال الشباب من بعد اللي داروا هاد الطريق ومشاو بها راه نبارطاجيهم كما بارطاجينا قبل الناس اللي ديجا مشاو عن طريق بطاقة الفرصة. وهذا هو آخر هذا الفيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.